السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض بقى القراقيش بطريقة مبتكرة، وطريقة كده اختراع بجد حلوة جدًا. شايفين القراقيش بتاعتنا النهارده حلوة إزاي ومتساوية والعجوة مقاس واحد والعجينة مقاس واحد، بجد حلوة أوي. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم مع كوباية شاي بقى كده حاجة جميلة. أول حاجة نخش في الوصفة على طول. معايا بولة هاحط فيها معلقتين كبار من السكر على معلقة كبيرة من الخميرة. معايا كوباية مَيّة فاترة هانزل بربع الكوباية على الخميرة والسكر وأقلّبهم كويس وأغطّيهم وأحطّيهم جنبي. تمام، معايا بقى نُص كيلو من الدقيق، نزلت عليهم بنُص معلقة من الشَمَر ونُص معلقة من اليانسون، طحنتهم في المطحنة ورُحت نازلة، معلقة كبيرة من السمسم، رشّة من الملح، معلقة كبيرة من ريحة الكحك. تمام، معلقة كبيرة أو معلقة إلا ربع كبيرة. قلّبت كل المكونات الجافة كده كويس ونزلت بقى بكوباية من نُصّها زيت ونُصّها سمنة، حابة تعمليها كلّها بسمن تمام، حابة تعمليها كلّها بزيت برضه تمام ما فيش أي مشكلة. القراقيش بتاعتي النهارده أنا عاملاها طرية شوية، حطيتها في العجان أو تبِسّي فيها بقى بإيدِك كده مش هتفرق. عايزاها بقى طرية، أنا عاملاها طرية شوية مش عاملاها قراقيش ناشفة. حبيت إن هي تبقى قراقيش ناشفة هنقلل كمية السمنة عفوًا والزيت، هنحط مثلًا كوباية إلا ربع. أنا باوريكِ هنا لو هتعمليها بإيدِك هتبِسّي بالطريقة دي، هتدخّلي العجين كده بين إيديكِ تقعدي تدعكي فيه. هاجي بقى أنزل بالخميرة بتاعتي بعد ما فارت وبقت جميلة. لو أنتِ واثقة في الخميرة بتاعتِك ممكن تحطي السكر والخميرة على طول على الدقيق وتقلبي كله مع بعض مع مكونات جافة. هاقلب بقى الخميرة مع العجينة وأبدأ أجيب بقية المَيّة. أنا هاخد كوباية إلا ربع من المَيّة. الدقيق بتاعِك على حسب النوع بتاعه. شايفة العجينة هنا طرية وجميلة، وبُصّي بقى هابدأ إن أنا أعملها كورة كده وأحط صباعي فيها ما بتعلّمش خالص ولا بتشقّق ولا حواليها بيجرى أي حاجة. العجوة بتاعتي حابة تجيبي العجوة الجاهزة في المحلات تمام، أنا باحب أجيب العجوة البلدي أفصّصها من النوى اللي فيها وأجيبها كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي في صينية على النار، وأبدأ بالهرّاسة وأقوم نازلة كده أهرس فيها وأقلّب فيها، وبعد كده أحطها في الكبة اللي عندي أفرمها زي العجوة بتاعة برّه بالضبط. شايفين بقت عاملة زي العجوة بتاعة برّه وأحلى كمان من ضامنين العجوة بلدي، لا ضامنين بقى لا شاكين حاطين حاجة فيها ولا أي حاجة. معايا صينية هنا بقى بتاعتنا مقاس 40. جِبت أكياس من الساندوتشات فتحتها زي ما أنتِ شايفة كده بالمقص، وهابدأ إن أنا أفرد العجوة بتاعتي، بالنشابة بقى كده كويس وتفرديها على مقاس الصينية. الأكياس بتاعتِك أمّا تفتحيها شوفيها مقاس الصينية بتاعتِك والّا لأ. شِلت أول طبقة من الكيس ورُحت دهنة زيت، حبّة زيت كده ورُحت أنا عملتهم بإيديكِ أو بالفرشة ورُحت قالبة العجوة، ضبّطت برضه الناحية اللي كان من تحت، وأقوم شايلة الكيس بقى وخلاص مش هادهن بقى الوش ده زيت. أنا بادهن الوش زيت علشان أمّا آجي أحطه في الصينية يكون سهل معاكِ هاوريكِ. العجينة بتاعتنا هنا قسمناها على نُصّين، خدت أول نُص بتاعي في الصينية، رُحت قعدت فردته كويس جدًا بالنشابة أو بإيديكِ، بس النشابة بتبقى حلوة إن هي بتخلّي العجينة متساوية. جيت بقى حطيت العجوة بتاعتي على العجينة، ورُحت الزيادات اللي في الجنب كده أخدتها وحطيت في الحتت اللي هي الفاضية اللي ما فيهاش عجوة. شايفين؟ بجد حلوة جدًا وسريعة ويعني كل حاجة حلوة تتقال عليها. الجزء التاني من العجين بقى هابدأ إن أنا أفرده كده، يا إما على المفرش السيليكون، يا إما تحتيه كيس ومن فوقيه كيس علشان نبدأ إن إحنا نفرد ونعرف نتحرك في العجينة. طبعًا بعد ما فردتها على مقاس الصينية، باجيب بقى أحطها كده وبتتحط معاكِ بكل سهولة. شايفين الطراوة بتاعة العجينة؟ بجد حلوة جدًا وحكاية، حكاية. وصفة حلوة جدًا، مقادير مضبوطة جدًا، هتاخدي أحلى قراقيش سريعة هتعمليها. بجد من نُص كيلو دي عملنا كمية كبيرة جدًا من القراقيش. شايفين بقى؟ قطّعي المقاس اللي أنتِ حاباه، حابة تعمليها على 3، حابة تعمليها على 4 تبقى صغيرة، أرفع من كده، أعرض من كده مش مهم. خلاص هنا قطّعتها وسِبتها لمّا خمرت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. كنت مولعة الفرن بقى معايا، دخّلتها على الرف الوسطاني لحد ما الوش اتحمّر، ما باولّعش شواية، أنا باسيبها لحد ما الوش يبقى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. أتمنى الوصفة بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم مع السلامة.